الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالكلام عن اللاعب العراقي أحمد راضي. أحمد راضي كان من اللاعبين المتميزين في المنتخب العراقي في الثمانينات، ووصل كأس العالم، وهو اللاعب الوحيد العراقي اللي سجل هدف في مرمى بلجيكا. أحمد راضي سبحان الله من هو صغير وأنا كنت متابعه، كنت زمان من متابعين كرة القدم ومحبي كرة القدم. يعني من هو صغير يعني له قبول وله كاريزما خاصة. لكن ما أود أن أقوله هو وفاته وتداعياتها وردود الأفعال. يعني هناك سر عجيب لعله لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. يعني إيش اللي كان بين أحمد راضي وبين ربه لا نعلمه. الناس كلها زعلانة. آه، أكثر المساجد، أنا أتكلم عن خارج العراق لا أدري بالعراق، أكثر المساجد صلت على أحمد راضي صلاة الغائب. و يعني كانوا الناس متأثرين في وفاة اللاعب أحمد راضي. هذا يعني شيء بينه وبين ربه، نسأل الله أن يتقبله. وخصوصا أنه أحمد يعني سبحان الله يعني اتبع في آخر عمره أو في لحظة من لحظات عمره المنهج الحق، وهو منهج ومذهب أهل السنة والجماعة. وهذا شيء يعني شيء يدل على أن الله عز وجل راضي عنه، والله أعلم. فنسأل الله أن يتقبله ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، وأن يصبر أهله. آمين آمين آمين.